إخوان أن نعقل في الحقيقة مثل هذا، وأن الإنسان يطهر، يعني مثل ما قال ابن القيم طهر سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى، يقصد غناء أهل الجنة، يقول طهر سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان، والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان، والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن، فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإيمان، فإذا تعلق بالغناء أصاره عبدا لكل فلانة وفلان، حب الغناء حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. ينبغي حقيقة أن ترتفع الأمة عن النزول إلى مثل